توكلنا على الله، والسبونج اللي قدامكم التحفة ده والله والله من غير بيض ومن غير سمنة ومن غير زبدة ومن غير لبن، وطعمه حكاية قسما بالله لما تجربيها. وأهم حاجة يكون الكاكاو بتاعك نوع نضيف. هتدعيلي. على بركة الله هنبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما تحب وترضى ملء ما تحب وترضى. نشوف الطريقة مع بعض والمقادير، وقبل أي حاجة تقولي بسم الله توكلت على الله. ومبدئيا كده المج اللي هتعيري بيه السكر تعيري بيه كل مقاديرك. في الخلاط هنزل بكوبايه كبيره من السكر، عليها معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام، عليها معلقتين كمان كبار مليانين من البودره بتاعه النسكافيه كافي ميكس كوفي بريك اللي يريحك، رشه ملح ورشه فانيليا او كيس من الفانيليا، عليهم معلقه كبيره من الخل وكوبايه ميه سخنه. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط لحد ما كله يتجانس مع بعضه، ونتأكد ان السكر بتاعك داب تماما. بعد كده هننزل هنا بكوبايه الا ربع من الزيت، ولازم يكون زيت نظيف جدا جدا لا له ريحه ولا طعم. هنزل بيه سرسوب كده والخلاط شغال، وده اللي هيخلي لك القوام بتاعك يتقل ويديكي صوص حلو قوي. معايا هنا بقى كوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر والزيت والميه هي اللي هعاير بيها الدقيق. هنخل الدقيق، ودي اهم مرحله في الكيكه بتاعتنا النهارده، انك تنخلي الدقيق من 3 ل 4 ل 5 مرات، مفيش اي مشكله. كل ما يتنخل الدقيق كل ما يدخل شويه هوا حلوين، وبالتالي تحصلي على كيكه هشه. يلا بقى شغلي لسانك بالذكر الله وبالصلاه على الحبيب. وزي ما انتم شايفين انا نخلت الدقيق اكتر من مره، بنخله في البوله وانقله في طبق انخل تاني، وهكذا عملت حوالي 3 أو 4 مرات بالشكل اللي انتم شفتوا ده. ودلوقتي هننزل بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج صودا او الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، بتتباع عند اي حد عطار، قولي له عايزه مثلا ب 10 جنيه كربوناتو. وعليها معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. تمام. البيكنج صودا هنا هيقوم بدور البيض، فدي مرحله مهمه. نقلب كده المكونات الجافه كلها مع بعض كويس جدا جدا عشان اوزع البيكنج باودر مع الدقيق كويس يتفاعلوا اكتر، وبعدين نقول بسم الله ونبدا بخليط السوائل اللي احنا ضربناه مع بعض في الخلاط من دقيقتين تقريبا، ونبدا كده في اتجاه واحد نقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. هتلاحظي ان هي بتتقل معاكي، مفيش اي مشكله، هقول لك على الحل دلوقتي حالا. بسم الله طول الوقت. خلاص هي كده تقلت معايا، هعمل ايه بقى؟ هجيب معايا نص كوبايه من الميه المغليه، لازم الميه تكون مغليه كويس قوي 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 عشان تفعل لي البيكربوناتو وتفعل لي كمان البيكنج باودر، وبالتالي تخلي لك الكيكه هشه، وده تعويض عن البيض. فضلت اقلب لحد ما خليط الكيك معايا بقى متناسق زي ما انتم شايفينه كده وبينزل بانسيابيه. وهنا خليط الكيك بتاعك بيبقى خفيف شويه عن الخليط المعتاد اللي احنا عارفينه، يعني بتبقى الكيكه سايله شويه صغيرين عن الكيكه العاديه. صينيه بقى متبطنه يعني مدهونه زيت او سمنه ومتبدره كده بشويه دقيق، وتبداي تقولي بسم الله وتصبي فيها الكيك بتاعك. الفرن بتاعك مسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200. صبينا كده خليط الكيك بسم الله، وهبدأ كده أسويه في الصينية، وبعدين هخبطه خبطتين كده على الرخامة عشان أطلع منه أي فراغات هواء، بالتالي الكيكة من جوه تبقى المسام بتاعتها ضيقة كده وملساء وناعمة وشكلها حلو كأنها بالظبط سفنجة أو سبونج يعني. هتدخل الفرن درجة حرارة 180، هتقعد حوالي 40 دقيقة بالظبط، وبعد كده تختبريها بالخلة أو بسكينة. بعد ما بتستوي بخرجها وبغطيها بفوطة نضيفة كده وبسيبها بتاع 10 دقايق لحد ما بتهدى خالص. بصوا بقى الكيك عامل ازاي، الله اكبر، حكاية قسما بالله قسما بالله قسما بالله. الكيكة اللي قدامكم دي ولا بيض ولا زبدة ولا لبن ولا زبادي ولا سمنة، خطيرة خطيرة هشة وطعمها رائع، تاكليها كده زي الورد. ممكن تجودي وتعملي ايه بقى؟ نص كوباية مية عليها معلقة من بديل النوتيلا او الصوص الشوكولاتة ده، تدوبيهم كده شوية مع بعض وتخرمي الكيك بسيط وتبدأي تصبيها عليه، بتديها طعم كويس وبتخليها جوسي شوية. لكن أنا عن نفسي بصراحة الكيكة كده ما كانتش محتاجة أي حاجة خالص، طعمها روعة روعة روعة. بصوا عاملة ازاي هشة وسبونج جدا وطعمها حلو قوي. بصوا المسام من جوه. عايزة اقول لكم على معلومة مهمة جدا، الكاكاو بتاعك اهم حاجة في الكيكة دي كلها، الكاكاو والزيت. الكاكاو لو حلو والزيت كمان هيخلوا لك الكيكة طعمها رائع. الكاكاو لو فيه زناخة او مش حلو ونفس الكلام الزيت هيبوظ لك طعم الكيك. هتاخدي كيك هش وكل حاجة، لكن الطعم هيبقى وحش قوي. فدي ملحوظة مهمة، لازم تجيبي كاكاو وزيت نوعهم نضيف جدا عشان تاخدي كيكة على مزاجك. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اسيبكم في رعايه الله وامنه. نختم بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام.